تعالوا بقى نعمل مع بعض صينية مكرونة كده، بجد هتعجبكم جدا وهتعتمدوها. وهنعملها ايه بطريقة جديدة كده، هنعملها بالسجق وطعمها يعجبكم جدا. تعالوا بينا نبدأ اوريكم انا عملتها ازاي. انا هنا اول حاجة هسلق المكرونة، هحط معلقة كبيرة من الملح واحط المية وهنزل بكيس المكرونة، وهسيب بقى الكلام ده على نار هادية على لغاية اما اخلص الوصفة كلها. خلاص قلبت هنا المكرونة. لازم اول ما ننزل بالمكرونة نديها تقليبة كده عشان ما تلزقش، وبعدين نسيبها على نار هادية، وبرده من وقت للتاني نقلبها عشان ما تلزقش مننا. خلاص. هجيب بقى معلقة كبيرة كده من الزيت، هنزل عليها ببصلاية متوسطة. خلاص، اول ما البصل ياخد لون كده اكون محضرة السجق، طبعا غسلاه حلو قوي ومقطعاه زي ما انتوا شايفين. ونقلب بقى الكلام ده حلو قوي مع البصلاية. وهديله ايه معلقة من البابريكا كده، معلقة صغيرة، ومكعب مرق مش عايزة استغني عنه، بس هو بيدي تيست حلو قوي مكعب المرق للسجق، هيعجبكم قوي. وهنزل بربع معلقة من الملح عشان انا حاطة مكعب مرق ما ننساش. ويعتبر نص فلفل اسود، يعني بصوا رشة كده بسيطة من الملح وفلفل اسود كده، ونقلب. يبقى حطينا على السجق ملح وفلفل وبابريكا ومكعب مرق. ندوب بقى كل الكلام ده بايه، بنص كوبايه من الميه عشان السجق يكمل سواه. هو هنا السجق لسه مستويش. خلاص، نص كوبايه من الميه كده، ونقلب ونسيب السجق بقى لغايه اما يستوي تماما. هنكون محضرين ايه بقى، فلفل الوان يعني اخضر واصفر واحمر، ولو عندك سبايسي حطي. طب ما عندكيش فلفل الوان خلاص مش مهم، انزلي بفلفل اخضر كده وخلاص. بس لو بتحبي السبايسي حطي في الوصفه دي، بجد خطيره. خلاص، يعتبر هنا كده خلصنا السجق. هنعمل بقى الصوص الابيض كده. انا جبت معلقتين كبار من السمنه، عليهم معلقه من الزيت، يبقى التوتال 3 معالق مادة دهنية، عليهم ايه معلقتين من الدقيق، وهنزل بمعلقة تالتة، يبقى 3 ل3. خلاص، المادة الدهنية قد الدقيق. ونقلب بقى الكلام ده حلو قوي كده. واول ما احس ان ريحة الدقيق طلعت كده ولونه غير، هروح نازلة باللبن. هو المفروض ان انا هنا احتاج لتر من اللبن، بس انا طبعا يعني ايه، بصوا اول ما اللون يعني اصفر كده وشميتي ريحة الدقيق، هننزل بلتر من اللبن. خلاص، انا هنا ايه هحط نص مية ونص لبن. اهو نزلت كده بالنص الاول من اللبن. هنفك بقى كل التكتلات دي، هتفك معانا وهتشوفوا بقى، يبقى بمنتهى السهولة. وهحط نص من المية، يبقى التلات معالق من السمنة عليهم 3 معالق دقيق، هياخدوا ايه لتر معانا من المية، يعني لتر من الحليب. عايزة نص حليب ونص مية زي ما انا عملت تمام. هنحط بقى مكعب مرق ورشة ملح ورشة فلفل اسود، يعتبر نص معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود كده. ونقلب بقى كل الكلام ده. انا عايزة الصوص خفيف زي ما انتوا شايفين كده، مش عايزاه تقيل. خلاص، هتكون هنا بقى المكرونة استوت معانا. هنطلعها وننزلها في الصوص ده. بصوا بجد هتاكلوا صينية مكرونة مش هتدوقوا زيها في حياتكم. بصوا الصوص خفيف ازاي بقى، هو ده اللي انا عايزاه عشان يعتبر كده ايه. لغاية هنا انت ممكن تعتمديها مكرونة وايت صوص وطعمها خطير، يعني لغاية هنا كده وصفة لوحدها. هننزل بقى بالسجق كده ونقلب، نخلي بقى كله يشرب من بعضه كده. احنا هنا قافلين النار خلاص، كل حاجة مستوية، الصوص خلص معانا والمكرونة خلصت. ونزلنا بالسجق. هنا انا قافلة النار خلاص، بس انا بوريكم كده. قلبنا بقى كل الكلام ده. انتي بقى عايزة تاكليها على كده، هي كده تمام ومستوية وطعمها تحفة. انا هنا هديها ايه على الوش كده موتزاريلا، وادخلها الفرن تاخد وش معانا. لكن لغاية اما خلصنا كانت مستوية معانا و10 على 10. وبصوا طلعناها بعد ما خدت وش بقى. بجد يعني صينية مكرونة طعمها خطير. بس لازم هنا شرط اساسي ان السجق يبقى طعمه حلو ونوعه كويس. وبس كده حبايبي خلصنا.